انا هيبقى عندي طبعا بعض الامور كده، يعني مثلا انت خلاص انت دلوقتي تبت، نقلناك من ده رجعناك تحت المراقبه. تحت المراقبه تجيب واحد علماني ملحد كده من اللي هو طلع دينهم لدرجه انه بقى كافر، مش بيكره ديك امك، اقول له بص انا عارف ان انت ملحد وخول وان شاء الله انت هتسلم، بس انا عايزك تحط عينك على الواد ده. فهعمل ايه؟ راقبه كويس، فيبدا يصلي. هو الولد الملحد يخش يصلي، ما هو مش بيصلي عشان ربنا، هو بيصلي عشان يشوف الخول ده بيعمل ايه. مظبطها، الملحد يسلم، اوديه خليج نعمه. في 60,000 نعمه برضه، بس دي مش عندنا بقى للاسف. اوديه نعمه، خليج نعمه، عشان اروق عليه الملحد اللي اسلم ده، حبيب قلبي خلاص. طيب في عندي بقى الشيوخ اللي هي بتتعذب دي، في بعضها هتموت، فدول في داهيه. لا يعني هيدفنوا في داهيه، هيبقى عندنا في داهيه مدفن هناك. بس في شيوخ لسه يعني جتتها عمرانه، فتعذبوا مع. طيب تعال بص، احنا دلوقتي مركبين حاجه حوالين بتاعك. لا احنا قلنا مش هنعمل حاجه، لا ده هنعمل في بتاعك. مركبين حاجه حوالين بتاعك ودي هتكهربك جامد. الحل الوحيد انك تروح تكسر ضريح الكذا اللي في المنطقه الكذا في المسجد كذا، واحنا هنديك كل البتاع. طبعا احنا مش هنساعدك ولا هنقف في حواليك، عشان برضو ايه، وانت بتكسر الضريح لو الناس قررت تطلع دين امك تستاهل، بس اهم حاجه الضريح يتكسر. ليه كده؟ احنا عملنا استغلال للمواهب البشريه والموارد البشريه، كسرنا الاضرحه كلها بنت الوسخه دي كلها. كل واحد بني لي ضريح وبني لي فوق جامع. ده دلوقتي يا جماعه بقوا بيعملوا، بيقول لك الزاويه يعني ايه؟ يعني هو بنيها في عماره يعني التجاني ده بيقول لك قال ايه، هو دافن جده في العماره. طب ده انت وسخ قوي، طب ده انت جدك فعلا اكيد مبسوط بيك، يعني انت خدت الرفات بتاع جدك من المقبره بتاعته وحطيتها في العماره. لا وهو وقع بالكلام اصلا مع المذيعه، فلما كده لان ده مخالف غير قانوني يعني، قال لها ابقي شيل الحته دي من الفيديو. فراح اللي جنبها قال له ده لايف يا باشا. ده لايف. الحقي يا تيجاني يا تيجاني جدك وقبض عليه بقى. عايزين بقى حد يروح ينبش القبر بتاع العرس جده ده. شوف يا ابني انت، هو البلد دي عايزه رجاله مش عايزه خوالات، ولو انت مش شايفني سيد الرجاله تبقى اخوى الخول. انا اللي اعرفه ان سيد الرجاله هيكري في الحرمه. ابعت لاختك وانا مش هتكلم، يعني هي تقول لك بعدها. ولو انت سلفي متجوز ابعت لي مراتي، ما تبعتليش مراتك، ابعت لي مراتي. ما انت اكيد انت اكيد ماشي على مراتات الحريم التانية تبص عليها، يعني انت يا عم الشيخ السلفي انت هتمنيك علينا. هو انا ما شفتش واحد سلفي الا لما بيبص على الحريم. بس من تحت لتحت. فتنه، ما عشان كده بيبقوا مشغولين قوي بالحريم، يعني طول الوقت عمال بقى نقاب المراه المسلمه، حجاب المراه المسلمه، بضان المراه المسلمه، مين ام المراه المسلمه. المراه المسلمه لا تفتن اختها. احذري. ده مين اللي بيعمل كده؟ الراجل اللي بيقعد يصطاد الحريم. والله العظيم. يعني بجد يعني ما تزنوا وخلاص. يعني الزنا ذنب على فكره، وكان في صحابه بيزنوا. يعني الزنا ذنب، الحشيش ذنب، الخمر ذنب، لكن المنياكه دي اللي انتوا بتعملوها دي بتبوظ اصل الدين عند الناس. يعني قصدي لو كلنا صحينا الصبح فجاه قلنا خلاص احنا كلنا هنبطل تمثيل، كل واحد يبقى براحته، بس ايه، في قانون، كل واحد يبقى براحته، محدش يحكم على حد. والله العظيم احنا كلنا هنلمها في اسبوعين 3، هنلمها، لان خلاص بقى الامراض الحقيقيه ظاهره وبعدين بنعالج فيها. مش كل واحد عامل لي فيها شيخ منصر لمم لي مجموعه دراويش، ولا العيال اللي هم ايه، اللي هم الممثلين التيك توك دول، اللي هو مثلا الشيخ اسمه ايه، امجد ايه ولا ماجد ايه ولا خرا ايه، امجد ادهم ولا ادهم، مش عارف، مش فاكر اسمه. كلمته وقلت له انا عايز اسالك سؤال، هو الرسول كان بيمثل؟ اصل كل شويه جايب لي واد صاحبه بضان كده، هما الاثنين ما بيعرفوش يمثلوا. ما هو لو بيعرفوا يمثلوا ما كانوش بيمثلوا على تيك توك يعني، ولا على فيسبوك، هيبقوا بيمثلوا في برنامج بقى ديني جميل برضو بيمثلوا فيه يعني. فاللي هو بقول له انت تمثيلك اصلا مش حلو، مصطنع كده، يعني باين قوي ان انت بتمثل وهو بيمثل، وباين بتمثله صلاه. يعني انا افهم انك تخش مثلا ماشي حط الكاميرا وصلي فيها فتنه، بس يعني ماشي اوكي، بس بتصلي.
لكن انت بتمثل صلاه عشان ايه؟ احنا بهايم يعني للدرجه دي؟ ما حدش فينا علمنا دين ومستنيين حضرتك تجي لنا انت مثلا بعد ما انا بقى عندي 30 سنه عشان افهم؟ طب ده انا لو بقى لي 30 سنه ما فهمتش وفهمت منك، اقسم بالله اقسم بالله ده انا اضرب نفسي 100 جزمه، لان معناه ان انا كنت 30 سنه مش مسلم، مش فاهم اساسيات ديني ومحتاج شيخ تيك توك يقولها لي. يقول لك يا شيخ وائل وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ايوه حبيبي، ذكر دي يعني مش تعمل صفحات يوتيوب وتفتح الاعلانات وتبدا تعمل لي اعلانات حج وعمره. ده هم قبضوا عليه شويه، الشيخ ده قبضوا عليه عشان كان طالع يروج لابلكيشن بيقول لك انك انت تدفع فلوس فيدعي لك واحد في الحرم. وايه بقى؟ بس كويس كانوا عاملين اسعار موحده، يعني ما قالكش مثلا ايه لو دعالك بالهدايه 50 ريال، لو دعالك بالمش عارف ايه 200 ريال، لو دعالك بالمش عارف ايه. يا عم ده يا عم، ما هم كله عايز يتمنيك منيكة الصوفيه، بس ايه يعني عقلهم ما بيحتملش. انا طبعا يعني لو انت تقول لي مثلا، يعني لو انا مضطر مثلا ابقى في شقه مع واحد صوفي ولا واحد سلفي، لا واحد سلفي طبعا طبعا، لان على الاقل السلفي مخه مقفل، بس يعني حجم الشركيات والاشتغالات والبدع يعني إيه مثلا الصوفي ده مثلا كل شويه يخش يقعد يحكي لي على كرامه، يعني مثلا دخل يطرطر النهارده وسبحان الله سبحان الله قبل ما يقوم حس تاني انه عايز يطرطر فطرطر فخرج ما رجعش تاني الحمام، فدي كانت كرامه. يقعد بقى يحكي لك بقى ما هو يعني ايه كرامه؟ يعني هو عايز يحس ان هو كويس عند ربنا، مش بس كده ده عايز يثبت لك عشان انت تفتكر ان هو كويس عند ربنا. ما هي دي معنى كرامه. يعني اللي بيمشي يقعد يحكي عن كراماته ده هو كده. انا عندي كرامات، والمصحف الشريف ده انا عندي كميه كرامات. اسمه شيخ امير، ايوه شيخ امير. شيخ امير ايه؟ امير ايه؟ ما حد يقول لي امير ايه يا جماعه. القديسه ريتا دخلت يا جماعه، القديسه ريتا. انتباه يا ابني، قوم يا ابني صلب يا ابني. يا مقدسه انت داخله علينا شديده كده ليه؟ قديسه وريتا في نفس الوقت، ايه الحلاوه دي؟ شايف يا سلف يا معرس؟ شايف قديسه ريتا؟ شايف؟ والعيال تقول لك هو السيسي ليه ما بيبتسم، ليه ما بيضحكش وهو في الجامع ومكلضم كده وشه، ودايما وهو في الكنيسه بيضحك؟ ما هو يا ابني الوسخه بيشوف خلاقكم، ما انتوا اصلا يعني بيبقى مناظركم يا اما واحد معرس نفسه كده مقرف كده، يا اما واحد بيكرهه عمال يدعي عليه. انما بيروح الكنيسه بيحس ان هو البابا الجديد خلاص. ده بيوقفوا القداس، وقفوا له القداس، يعني القداس يعني هو بيبقى قاعد بيكلم ربنا كده. كل الكنايسه دول اللي هم الناس بتوع الكنيسه دول كلهم بيبقوا قاعدين بيكلموا ربنا بقى، وموسيقى رايس جاي سي سي سي. يرضيك كده يا رب اللي بيعملوا تحت بتوع الكنيسه دول. والله كنت بقعد اضحك ببصيت له، يعني انا متخيل ان هو بيحب قوي ان هو كل سنه يروح ده لدرجه ان هو يعني يظهر هو اللي اقنعهم يعملوا القداس في العاصمه الاداريه الجديده عشان يبقى قاعه اكبر بكتير بقى. وبعدين انت تعالى يا عم البابا تدرس، هات الصوره اللي انا اتصورتها معاك بس يا عم البابا. معلش يا قديسه ريتا انت اللي انا كنت جاي اضرب في السلفيين والله. ما اعرفش ايه اللي جاب المثال. ينفع يا بابا المكان اللي فيه البركه والحاجه ده انت بتديني المايه المباركه والعسل المبارك واللحمه المباركه، كل حاجه مباركه، يعني هي جايه من هناك في المكان اللي احنا بقالنا فيه مش عارف ايه. يوم الرئيس ضحك عليك كده بكنيسه كلها رخام وازاز، ليه كده؟ وتروح بتاع مكان جديد الساوند سيستم فيه احلى. ما تعمل قداسك في المكان اللي انت كنت فيه لحسن ربنا يزعل منك. فين البركه كده؟ طبعا دلوقتي انا بتكلم بتريق على المسيحيين، المسلمين بقى كيفونيك، قال لك الحمد لله نشكر القديسه ريتا، لان تخش بقى يعني ايه، يعني ادعي ربنا بقى للقديسه ريتا في الصلاه بتاعتك. انا كنت شغال بحط على المسيحي انا مش عاجبني اي حد بامانه، يعني لا الاعلاميين ولا الليبراليين ولا المسيحيين ولا المعرسين ولا حتى المعرسين ما بيعرفوش يعرسوا. يعني انا مثلا لما بدات افكر اعرس للسيسي شويه بيجي لي افكار حلوه. ألف سيسي في الميدان يرجعوا بمصر لزمان لما كنا ناس حضارة وبناكل برتقان. أيوة بس شفت إزاي؟ ليه ما بنعرسش كده؟ ألف سيسي، إحنا محتاجين مش سيسي واحد،
احنا محتاجين سيسي وسيسي 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 وسيسي، ويبقى هو السيسي الاكبر زي الامام الاكبر كده. السيسي الاكبر. اوعى تزعل يا سيسي، انا بهزر معاك والله، انا بحبك اصلا. ده انا والله كنت بفكر اقصر عشانك يا، بس مش عارف اعملها ازاي يعني. ما انا برضو ما احبش يبقى انا اطول من رئيسي ب 10 سم، يعني حاجه كتير قوي يعني. ده انا قصير اصلا. انا بدعي اصلا ان ترامب يكسب، لان هو اقصر من كمالا، يعني كمالا اطول، يعني برضه هيبقى الرئيس بتاعنا بيبص لكمالا فوق كده، ينفع؟ كمالا يا اختي كمالا. ف يعني انا بحاول اقول لكم ايه، بحاول اقول لكم ان كل الناس اللي رافعين شعارات وبيقول لك ان هم دكاتره كل دول نصابين. حتى الدكتور كليه الزراعه نصاب معرس بقى، بالله عليك يعني. دكتور الزراعه هو اللي هيبقى قاعد طول الوقت في الاوضه المكيفه المعرسه بتاعته، التكييف المعرس، وايام زمان كانوا بيبقوا قاعدين في مراوح، وسايب الارض وسايب الزرع وسايب، يعني الفلاح قاعد بيتعامل مع الارض 24 ساعه في ال 24 ساعه، وبيقوم ممكن بالليل عشان في مشكله يقوم من النوم ويصلح ويعمل، والتاني قاعد ابن المتنكه في الكتب وعامل له كام زرعه كده في البلكونه بتاعت الوزاره عندهم، ومفهمين نفسهم ان هم كده ان هم كده فاهمين، وبعدين بقى يقوموا جايبين لنا واحد من ولاد الوسخه دول يبقى هو ده وزير الزراعه. فوزير الزراعه ده يعمل ايه؟ يقوم جايب بهايم مستورده، الكلام ده بيحصل دلوقتي، ويبدا يشجع الفلاحين المصريين على ان هم يبقى عندهم بهايم مستورده مش بهايم بلديه وطنيه. ليه؟ علشان البهايم المستورده بتطلع من 6 ل 9 كيلو لبن في اليوم، والبهايم البلدي بتطلع من 4 ل 6 ولا من 3 ل 5. طب يعني ايه كده الكلام ده؟ يعني احنا بنقتل الثروه الحيوانيه اللي ربنا سبحانه وتعالى وهبنا في بلدنا، اللي لحمتها بتساعدنا لان هي من ارض بلدنا ومن خيرها، وبنروح نجيب مثلا حاجه منزوعه كل حاجه، بس عشان ايه؟ عشان كتير. ما هو انت فاهم، البني ادم اللي هو ما بيعرفش ينتج ويبدع زي الرئيس السيسي وظباط الجيش بتاعه بيبقوا مشغولين بالاعداد. ما هو يعني فاهم، لازم يعد اي حاجه، لازم الحاجه عددها يكبر، فهو عايز يكتر المحصول. طب عايزين نكتر المحصول، طب انت ما فكرتش مثلا، انت بدل ما انت قاعد بتشتكي من ان الثروه الزياده السكانيه اللي هو ان البني ادمين عمالين يجيبوا عيال وانت مش ملاحق، طب ما تشوف احنا ازاي بنزيد سكانيا، وحاول تقنع البهايم الوطنيه البلديه انها تزيد معانا سكانيا، وبقى يا عم اعمل لهم ريجيم بدل ما تقضي على البهايم الوطنيه ونبقى قاعدين عمالين بناكل بهايم مستورده. وطبعا البهايم المستورده خلي بالك دي مش احلى بهايم، لا ما انت اكيد دوله محتاجه وفي عوز على راي الرئيس. السلفيين عمال يقول لك حلق اللحيه مش عارف ايه حرام. طب يا شيخ، ان احنا نحط دريل في الارض ونخرم الارض لتحت باجهزه عنيفه جدا بتقتل كل حاجه في البيئه، واقعد اطلع زيت معرفش ده اصلا كان وظيفته ايه تحت لان انا مش مذاكر تحت، واقعد اشحن بيه العربيات والمصانع اللي بتلوث البيئه. ما حكم هذا يا فضيله الشيخ السلفي؟ ما يعرفش، لان لو قال حرام هينكوه. هو فالح بس يقولوا ايه؟ فوائد البنوك حرام، فوائد البنوك حرام، فوائد البنوك حرام، فوائد. طب ماشي يا عم، انت بتتشطر على الناس العاديه، ما تطلع تقول ان البنك المركزي حرام. مفيش في الاسلام بنك مركزي اصلا، وده حقيقي. مفيش حاجه اسمها تحديد سياسات نقديه. الاسلام سوق حر، سوق حر يعني اللي هو ليبرالي على ابوه، اللي هو كل واحد كان بيعمل اي حاجه هو عايزها طالما ما بيعملش حاجه حرام، وطالما ما بيعملش عقود احتكار. ده انت حتى القمح في ناس محتكراه، بس طبعا مش محتكره زراعته لا سمح الله، لا محتكرين استيراده يا باشا. يعني انت اللي بيسمع. مره واحد كده من اللي هم الناس اللي واصله في البلد دي قعد شرح لي ازاي اللحمه المستورده والقمح المستورد والذره المستورده والحاجات دي كلها متسيطر عليها من واحد بيبقى معاه مثلا 80% من السوق، وهو اللي بيختار القلاضيش اللي بيعملوا ال 20% التانيين عشان بس يبقى شكلها حلو قدام الناس كلها. طب ليه كده يا حكومه؟ ليه كده يا اولاد المتناكه؟ ليه كده يا اولاد الشرموطه؟ ما ناكل كلنا مع بعض ونتبسط كلنا مع بعض ونعيش كلنا مع بعض
بطل بقى المنيكه الفارغه دي، اللي هو كام واحد سارقين البلد وفاهمين نفسهم ان هم وطنيين، وطول النهار عاملين اجتماعات واحتفالات وافتخاشات ومنيكات، وكل شويه وبيدوا بعضهم جوائز، كل شويه واحد يدي التاني جايزه، كل شويه واحد يدي التاني جايزه. خلاص يا جماعه، خلاص كفايه كده الجوائز دي يا حبيبي، ما شاء الله عليكم. انا يا ابني اوصل السماعات دي عشان ما اقعدش امسك التليفون. يا جماعه، من اي حد بيحبني يلاقي واد بيستظرف في الكومنتات والسمين دين امه، يعني طلع دين امه تهزيق كده، بس ابدع في تهزيقك، حاول ما تشتموش. وانت يا بنت ما تشتميش حد، بس يعني ايه، قولي له مثلا احنا بنحب نسمعه كده، يعني خلي الناس دي، يعني خليه يحس كده ان هو عرس كده في المكان. عشان انا دلوقتي عايز ادوس، انا عايز ادوس، بس انتوا كلكم خوالات تعرفوش، والله ما بتعرفوا. خوالات الا عدد قليل جدا كده بيعرف، يعني كردي مثلا ده بيعرف اهو، ما يسيبش حد لما يهزقه. خلاص اي واحد بيهزق، واحد يقول لك حشاش. طب يا ابن المره المتناكه على زب يلا، ده انت الحشيش جميل، ده انت لو شربتك سيجاره هتغير رايك خالص، هتزعل يعني. انت تلاقيك بس يا ابن المعرسه، يا اما شفت خالك العرس اللي هو كان بيجيب الشرابات من تيز الديلر، يعني الديلر بيخبي الجوانات من تيز الديلر، لازم يخبيها في حته عشان الحكومه ما بتعكشوش. فانت خدت نفس كده تعبت ولا حاجه، يقول لك الحشيش بيؤذي بالعقل. طب ما هو انا اهو لسه شارب سيجاره حشيش قدامك وبتكلم اهو، بقول كلام سيبك حتى صح ولا غلط، بس هو كلام مترتب جنب بعضه كده، يعني ما ذهبش عقلي، واخد بالك. وبعدين يا ابن المرة يالا، ثانية واحدة. لو الحشيش بيذهب العقل، امال السيسي بيذهب ايه؟ السيسي بتاعكوا ده بيذهب ايه؟ يعني لو الحشيش بيذهب العقل، السيسي بيذهب ايه؟ بيذهب الكرامة. ما هو اي حد تذهب له الكرامة هتعرف تذهب العقل بعد كده على طول. استنى افتح الكومنتات عشان كنت قافلها على الفاضي دي. بيقول لك الصفحة الرسمية، بص بفتح الاقي كده على طول: استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. العيال ولاد الوسخة اللي هي بتبقى مش عايزة تبيع دولارها ب 30 جنيه من أجل الوطن للبنك المركزي، فبتبيعوا للمواطنين ولاد الوسخة اللي عايزينه. لقد قمنا بضربهم. عملنا ايه بقى؟ يقول لك عن طريق اخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي. بيخفوا الدولارات يا جماعه. يعني انت عايز تقنعني ان دولتك يا معرس انت اللي فيها 100 مليون بني ادم دي، كم واحد مخصي بيخبوا شويه دولارات، هم دول اللي وقعوا الاقتصاد؟ طب ما انت كده اقتصادك واقع يا عرس. لا، انت بتضحك على الناس، بس انت بتضحك على الناس لان انت مفهم نفسك يا بروطه ان المشكله في السوق السوداء، مش المشكله مش انك انت مش عارف تنتج حاجه عليها القيمه. يعني روح اسال مثلا فنلندا اللي الناس فيها اخترعوا نوكيا، كان عندهم مشكله دولارات؟ لا، ما عندهمش مشكله دولارات. يا عم روحوا اخترعوا حاجه بقى، ده انتوا ولاد متناكه. بلد 100 مليون وانت معاك كل الفلوس دي، انت عمال تخترع قصور رئاسيه بس. الرئيس مبارك قعد 30، هو كل ما يفتكر انا اسف يا ريس، الرئيس مبارك قعد 30 سنه ما عملش قصر، وابن الوسخه ده من اول ما ركب داخل كده ايه، عبده الناقص، فاهم؟ اللي هو هيموت وعايز اشي قصر، اشي مش عارف ايه، اشي. وطبعا هو ما بيحبش يقعد في الحمام، ما تستخدمهمش كتير. ماما انتصار بس هي اللي ايه، عشان برضو إيه، انت فاهم، ماما انتصار بقى لها فتره الموضوع ده موضوع الرئاسه ده جاي عليها بخساره، حياتها اتغيرت، فاهم؟ بقت يا عيني دلوقتي طول النهار قاعده مش ملاحقه الحريم اللي عماله تكلم جوزها. هو لما كان في المخابرات الحربيه كان في حرمه بتكلمه؟ مفيش. انما دلوقتي بقى كل الحريم عماله تتصل بيه وتكلمه وهي مش عارفه تكلمه. الله يكون في